مساء الخير. النهارده هنعمل خبز ايطالي بس صيامي نباتي بدون حليب بدون بيض وطالع تحفة زي ما انتوا شايفين كده. شايفين عامل ازاي؟ اول حاجة معايا كوباية مية دافية، هضيف عليها معلقة سكر، وهبدأ هاخد كده نص من الخميرة الفورية. هبدأ كده اخد نص معلقة وهبدأ ادوبهم كده مع بعض. كمان المقادير هتلاقوها في صندوق الوصف، السهم اللي تحت الفيديو بتضغطي عليه بتلاقي المقادير. انا خلاص كده دوبت الخميرة، هبدأ اركنها على جنب وهبدأ اجيب طبق ومنخل، ودول نص كيلو من الدقيق هبدأ انخله. طبعا الخبز ده عايز يكون الدقيق منخول كده زيه زي الكيك، تكوني ناخله الدقيق كويس علشان يطلع لك الخبز بتاعك خفيف وهش واسفنجي. ببدأ انخله كده وهبدأ اضيف عليه ربع معلقة ملح، وهضيف ربع معلقة فانيليا، ودول ربع كوب زيت ذرة. هبدأ كده الأول أوزع الفانيليا والملح في الدقيق بإيديا، وهبدأ أضيف ربع كوب الزيت، وهبدأ كده بس الزيت في الدقيق ووزعه مع بعض كده. دي معلقة خل هضيفها، بتدي كده هشاشة للمخبوزات بتاعتك. أنا خلاص كده هبدأ أضيف المية بالخميرة علشان أبدأ أعجن. هشيل المعلقة كده وهبدأ على طول أضيفها وأعجن. ببدأ كده أعجن. طبعا هحتاج مية تاني، بضيف المية مية دافية برضو وأكمل بيها عجن، محتاج نص كوب. انا كده استخدمت كوبايه ونص من الميه الدافيه بكوبايه الخميره، يعني كوبايه الخميره ونص كوب ميه دافي. انا خلاص كده عجنتها كويس زي ما انتم شايفين كده فيها طراوه. هبدا كده اجيب طبق واغطيها، وكمان عشان اسرع من الاختمار بتاعها هجيب فوطه كده واغطيها كويس واسيبها تختمر لمده ساعه وهرجع لكم. بعد ساعة بتكون اختمرت كده ببدأ اجيب صينية ادهنها، علشان الصينية دي اللي هعمل فيها الخبز الايطالي بتاعي الجميل السهل خالص، بجد في منتهى السهولة، وطالع حاجة كده زي الكيك هتشوفيه دلوقتي. ببدأ كده افضي العجينة اللي معايا. طبعا دهنة الصينية زيت، وايديا برضو تكون مدهونة زيت، وببدأ اضمها كده لكورة. بضمها كده عشان هخليها ترتاح لمدة دقيقة بس، هسيبها ترتاح دقيقة كده. بلفها كويس كده وهبدأ كده اغطيها بطبق اللي عجنت فيه ترتاح كده. بعد دقيقة ببدأ كده افردها بايديا كده، هعملها لشكل لشكل الصينية اللي معايا. لو الصينية مدورة يبقى مدور، لو الصينية مستطيلة زي اللي معايا تعمليها المستطيلة. بتتفرد معاكي بكل سهولة بايديكي كده، مش محتاجة نشابة ولا اي حاجة. خلاص كده شايفين في منتهى السهولة، يعني وصفة سهلة خالص. ببدأ كده اجيب الصينية اللي انا دهناها، وهبدأ اشيل كده العجينة بتاعتي وابدأ اضيفها واسويها كويس في الصينية كده. ببدأ كده اسويها لحد مقاس الصينية. انا خلاص كده سويتها. هبدأ اغطيها بكيس بلاستيك بفوطة، هسيبها تختمر لمدة ساعة كمان علشان حجمها يتضاعف. بصوا شايفين الاختمار بتاعها، سبتها ساعة، غطيتها كويس بكيس بلاستيك وفوطة علشان تختمر وتبقى معاكي هشة كده وخفيفة خالص. المخبوزات اللي انت بتعمليها لازم تسيبيها كده ترتاح خالص وتبقى تاخد اختمار تاني، لان الاختمار التاني ده بيساعدها ان هي تبقى خفيفة كده وهشة خالص. ببدأ كده ادهنها بالزيت، ادهنها كده كلها زيت، وببدأ اضيف شرايح كده زيتون مخلية. ببدأ اضيفها كده
بجد وصفة سهلة خالص، يعني ده التشكيل بتاعها ان العجينة بتجيبيها على طول بتديها شكل الصينية، يعني مفيش تشكيل ولا اي حاجة، حاجة يعني مفيش اسهل من كده. وكمان دلوقتي هقولك ايه طريقة التسوية اللي بتنجح معاكي المخبوزات وتخليها ايه طرية خالص وخفيفة خالص. بس تابعي الفيديو للآخر. انا ببدأ كده اضيف شرايح الزيتون. كمان دلوقتي بتكوني مولعة الفرن، تولعي الفرن يسخن كويس، لان انا بعد ما اضيف شرايح الزيتون وهضيف حاجة كمان بسخن الفرن كويس، لان هقول لكم دلوقتي طريقة التسوية كمان هجيبها معاكم. ببدأ اضيف كده، شكل العجينة حلو قوي وهو مختمر كده. وهبدأ اضيف حبة البركة. بجد وصفة سهلة خالص، يعني مفيش اسهل من كده. ببدأ اضيف كده. كمان لو انتوا حابين وصفات نباتية هتلاقوها في صندوق الوصف السهم اللي تحت الفيديو، بتضغطي عليه هتلاقي وصفات كتير نباتية بدون حليب بدون بيض وناجحة وحلوة قوي، هتلاقوها في صندوق الوصف. بصوا خلاص كده انا ضفت حبة البركة. هبدأ على طول زي ما قلت لكم انا مسخنة الفرن، هدخلها في الفرن في الرف اللي تحت خالص. وببدأ اول ما بتستوي برفعها على الشبكة. زي ما انتوا شايفين كده انا هحمر اللون كويس. الاول بتنزل في اول حاجه من الفرن، وبعد كده برفعها على الشبكه اول ما بتستوي تاخد اللون. ببدا كده ربع كوب ميه، بضيف عليه معلقه سكر علشان ادهن بيها المخبوز بتاعي. اول ما بيطلع بغطيه كده، شايفين الصينيه دلوقتي بعد بس ايه ما تبرد كده شويه بديها لمعه من الميه اللي بسكر يعني، او طبعا عسل نحل ابيض مخفف بالميه تتهني بيها، بتدي لمعه حلوه قوي للمخبوزات بتاعتك. ببدأ كده أدهن. بجد طالعة كده حاجة ايه حلوة. ولسه كمان هقطعها واوريكم المسام بتاعها عامل ازاي. بصوا الطراوة، طراوة بجد حاجة ايه تحفة. هبدأ افضيها دلوقتي، انا فضيتها وهبدأ اقطعها قدامكم. بجد حلوة قوي للفطار للعشاء، حاجة كده جميلة. وبجد يعني في منتهى السهولة، انا ما خدتش معايا يعني ايه وقت خالص في تشكيلها ولا اي حاجة. هي بتاخدي العجينة وتضيفيها في الصينية، تبدأي تقطعيها طبعا لايه بالسكينة كده. انا قطعتها كلها. بصوا بقى بجد حلو قوي مع كوباية شاي للفطار، يعني ايه حاجة كده جميلة. وشايفين كده المسام بتاعها، اتمنى تجربوها.